حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتني قوي الحبه الصغيرين دول. آه الفيديو ده يا جماعه بجد بجد اللي هيشوفه بجد هو كسب، بجد هيكسب. دي ايه دي بقى؟ هيالورونيك اسيد الغلابه. يعني ايه؟ انت كده اشتريت هيالورونيك اسيد باقل فلوس واقل مكونات. طيب، انا طبعا اوريدي عاملاه، يعني انا عاملاه ومستعمله زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه كده شايفين ولا لا. آه انا اقول لكم على مكوناته وانتوا جربوه اعملوه، حلو جدا جدا يا جماعه. طبعا احنا بشرتنا في الشتاء بتبقى جافه، بنتوضى كتير، او معنى صح يعني ايه، لما بنتوضى مش زي في الصيف، يعني بشرتنا بتنشف وايدينا بينشفوا قوي في الصيف عن في الشتاء عن الصيف. فبنحتاج دايما نرطب نرطب نرطب. انا في الصيف غالبا مش برطب كتير بصراحه، انما في الشتاء طبعا مفيش حد يقدر يقول الشتاء لا في الترطيب. طيب، عملته ازاي ده؟ آم، جبت جليسرين. الجليسرين ده موجود في اي مكان، او ممكن تجيب من الصيدليه اي ماركه تانية اي براند تاني عادي جدا جدا. بس حاول تستغلي يعني بصراحه، يعني ايه، لو مثلا لو قال لك حاجه مثلا ب 20 وحاجه ب 30 ما تقولوش هتبقى 20، لا هتبقى 30. انا بدي امثله بس يا جماعه. حاولوا تجيبي حاجه غاليه شويه، مهما كان مش هيزيد عن 50 جنيه، مش هيزيد عن 50 جنيه حرفيا، ويبقى جليسرين حلو. فبالنسبه للجليسرين كده ايه، خلصنا منه. تاني حاجه، آه فيتامين اي ده، فيتامين اي ممكن تستغنوا عنه بكبسولات، اللي هي فيتامين اي اللي بتبقى في شرايط دي. تالت حاجة مية ورد. مية ورد مية ورد مية ورد. ليه يا جماعة؟ مية الورد بتسد المسام وبترطب وحلوة أصلا، يعني بتبقى مخصصة غالبا للبشرة وكده يعني. حتى في ناس بيحطوها وسط المية بتاعتهم بيشربوها بنسب، يعني بتخلي ريحة الجلد حلوة، ريحة الجسم من جوه حلو كده يعني. طيب بنعمله ازاي؟ انا اقول لكم على النسب. طبعا انت مثلا تحطي دي كلها ميه ورد. حاولوا يا جماعه، يا اما ميه ورد يا اما ميه مقطره يا اما ميه اللي هي ميه معدنيه، يعني اي براند برضه. املوا خالص الازازه بتاعتكم، مش شرط طبعا دي. هتحطوا خمسها، خمسها يعني مثلا لحد هنا، هنا كده جليسرين. تمام؟ ده مش عارفه بتقولوا عليه ايه يا جماعه، خمس ولا الربع ده، مش عارفه. والباقي ميه ورد. وحط من ده بقى مثلا ايه، ممكن نقول يعني معلقتين كبار من اللي انت بتاكلوا بيهم، لان مش هعرف اقول لكم كام نقطه بصراحه. حطوا معلقتين كبار من اللي انتوا بتاكلوا بيهم، بناكل بيهم يعني، من ده. ولو مثلا يبقى فيه كبسولات حطي مثلا 10 كبسولات يعني بصوا يا جماعه، انا دي الحاجه دي بالذات ما اقدرش اقول لكم بنسبه كام الى كام، ما عدا بس الجليسرين. الجليسرين خمس او ربع الميه. لكن بعد كده اللي هو فيتامين اي، سواء كبسولات او مثلا من الازازه، حط من الازازه حطي معلقتين، لو مثلا الكبسولات حط 10 كبسولات. تمام؟ مستكتره ال 10 كبسولات، لان الكبسوله يا جماعه بيبقى فيها حاجات بسيطه جدا مش اللي بالك فيه يعني. مستكتره 10 كبسولات حطي 8 حطي 7 اللي يناسبك يعني. كده كده هتجيبي شريط، ما انت كده هتستعمليه ازاي تاني؟ هتركنيه. فانت حطيه هنا بدل ما تركنيه، لان هو طبعا يا جماعه ما ينفعش تجيبوا الكبسولات فيتامين اي دي وتحطوها على بشرتكم. لا طبعا طبعا جربتها قبل كده طبعا. انا بالنسبه لكم كده عباره عن حقل تجارب يعني. انا جربت كل حاجه يا جماعه. لما كنت بحطه كان بيخلي البشره دهنيه جدا جدا، تاني يوم لما تيجي تغسليه بيتشال من على وشك بصعوبه جدا، ممكن يطلع لك حبوب، بيسد المسام. لا مش حلو خالص خالص خالص. فانتوا يا جماعه اعملوا ده. انا بالنسبه لي والله يا جماعه اشتريت هيالورونيك اسيد وركنته بجد والله. انا بصحى الصبح اتوضى واقوم جايه رشه منه رشتين ثلاثه على وشي. ساعات بيجي في عيني، والله ساعات بيجي في عيني عادي جدا. باحس إن وشي مترطب لحد مثلًا الوضوء التاني. ممكن برضه أمّا باجي أنام برضه بيبقى خلاص غسلت وشي اللي هي الغسلة الأخيرة، وأقوم جاية حاطة على وشي وأقوم جاية داخلة أنام على كده. تأثيره إيه؟ تأثيره حلو جدًا جدًا جدًا. الجليسرين يا جماعة، يعني إحنا مهما اتطورنا ومهما لفينا ومهما رُحنا ومهما جينا، والله ارجعوا يا جماعة لأصولكم وارجعوا للحاجات القديمة، هتحسوا بتطور. هتحسوا إن أنتم آمم بتطور في جلدكم مش في عقلنا. انا دلوقتي ببص لجلدي بحس ان انا لقيت جربت كريمات غاليه جدا، هيالورونيك اسيد، نياسيامين، حاجات كتيره قوي، والاقي والله العظيم بشرتي بتسوء مش بتتحسن ولا بتتطور للاحسن. اما ابتديت ابقى ارجع تاني للحاجات القديمه، احط جليسرين احط ميه ورد. والله يا جماعه انا بشوف بشرتي بتنور، بشوفها على طول مترطبه، بشوفها طريه. لما باجي اغسلها الصبح بلاقي اللي هو الجلد الميت ده طالع. لا يا جماعه يعني بجد بجد،
انت على طول هتبقي طول النهار مرطبه بشرتك، وبعدين بعد كده طب انت لو جيتي يوم ما رطبتيش بتلاقي بشرتك لسه حلوه، او كانها لسه شبعانه ترطيب، يعني هي مش عايز يترطب كل يوم حرفيا. لو انت نسيتي في مره، نسيتي في يوم، مش مشكله، بس بجد بجد هو مرطب فائق، مرطب ممتاز والله يا جماعه، جربوه على ضمانتي. على فكره دي كان السر بالنسبه لي، الخلطه دي كانت خلطه سريه والله، ما بقولهاش لحد، بس قلتها لكم بقى، جربوا. على فكرة عايزين تستغنوا عن فيتامين ايه، ممكن جدا تستغنوا عنه. انا قعدت حوالي سنة بعمل مية ورد ومرة ما لقيش مية ورد اللي انا عايزاها، مثلا احط مية اللي هي معدنية وجليسرين فقط. شوفوا برضو الفرق واحكموا وجربوا وتعالوا قولوا لي. جماعة ما توقفوش نفسكم على حاجة، ما لقيتوش مكون، يا اما تشوفوا بديل تاني بس شغلي عقلك. يعني مثلا لما انا بقول لكم في وصفة الاسنان الكركم جميل قوي بينضف وجميل قوي، الكركم ده تابل من ضمن التوابل. طب انتوا ما لقيتيش كركم، هتروحي تجربي بقى مثلا كمون، فلفل اسمر؟ اكيد لا طبعا، مش عايزين، ما هو مش اي توابل. فانتوا برضو عايزين لقيتوا وصفه في حاجه هتوقف لكم الوصفه، تغاضوا عنها يا جماعه، خاصه لو انتوا حسيتوا ان هي مش عامل اساس. يعني ده هو مهم بس مش اساسي قوي. انا كانت الخلطه دي مشيت بيها سنه كامله، ميه ورد وجليسرين فقط او ميه معدنيه بس. جليسرين يا جماعة أمهاتنا وأهلنا كلهم كانوا ماشيين عليه، وحلو جدا 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 في الترطيب. أنا كنت الفترة قريبة برطب بإيه جليسرين، ممكن زيت حبة البركة كان حلو قوي معايا، زيت جنين القمح كان حلو جدا معايا. بس أنا إيه قلت لا، إيه الحاجات دي بقت قديمة قوي ياي، وقمت جاية راكناهم، وبقيت أشتري، والله اشتريت يعني كمية كريمات غالية جدا 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 ما بتجيبش نتيجة. وقلت بقى ايه، قمت جايه مشغله عقلي برضه، جبت جليسرين وجربته، وانا والله العظيم الخلطه دي انا اللي مألفاها من دماغي حرفيا. هي هتبتدي يا جماعه تنتشر، بس حرفيا حرفيا انا اللي مخترعه الخلطه دي حرفيا يعني. في برضه ممكن تزودي حاجه تانية على الخلطه دي، بس انا لسه ما جربتهاش، ممكن اجربها بس ايه ما تكونش البوت الكبيره كده. في ناس يعني، او مثلا انت ممكن، عارفه كريم المرطب بتاعك، حطي منه نقطه قد كده، بحيث ان الميه يا جماعه تبقى لونها يعني ايه، نقطة نقطة، هتلاقي المَيّة بقت شفافة إيه، مايلة على شفافة أبيض سِنّة كده، ما تحطّيش بقى نُص العلبة لأ. أنا مش عايزة يا جماعة إن إحنا هنحطّه يوميًا مثلًا مرتين أو 3 بعد كل ما تغسلي وشِّك، ما تحسّيش إن أنتِ حاطّة حاجة تقيلة على بشرتِك، وحاجة مضايقاكِ، وحاجة بتدهن، وحاجة بعد ساعة بتطلّع وبتفرز زيوت، أو بتسِد المسام أو الكلام ده. إحنا عايزين نسهّل على نَفْسنا ونشوف يعني أقصى حاجة بترطّب، وفي نفس الوقت رقيقة كده على البشرة، ما تزهقناش. أنا بصراحة لمّا كنت بالاقي أي مُرطِّب حلو أوي حلو وبيزيد لي بشرتي كنت فعلًا باسيبه والله العظيم ما باكمّلش عليه حتى لو هو حلو. فأنا عملت التركيبة دي، أنا اللي التركيبة دي من دماغي، أنا اللي عاملاها، شايفاها ممتازة، بتخلّيني أستغنى عن مرطبات كتيرة أوي، أوي. بس أتمنى تكون الوصفة الخفيفة دي عجبتكم، جرّبوا وقولوا رأيكم، وبجد بجد بأمانة بقى معاكم ده اللي هتجرّبها تكتب لي comment تقول لي رأيها فيها إيه، وشوفوا النسب يا جماعة كده، أنتم إيه ضبّطوا نسب مع نفسكم كده، الربع أو الجليسرين ما تكتروش أوي، اوعوا تحطوا نُص مَيّة ونُص جليسرين، اوعوا، لأ مش حلو خالص، هتلاقوا بشرتكم م م م يعني مدهننة بقى، ملزقة أوي، sticky أوي، حاسبوا، يا إما تقريبًا ربعها أو خُمسها، بنظركم كده يا جماعة، أوكي؟ اتفقنا؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، كومنت حلو، لايك، عرفوني إن الفيديو وصل لكم، وكفاية كده عليكم فيديوهات النهارده، كفاية بجد كده، وأنا كمان تعبت أوي، يالّا مع السلامة.